بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت شوربة الخضار يا جماعة بطريقة حلوة قوي على شوربة الفراخ، ومعايا الليمون المخلل اهو اللي انا عاملاها معاكم على القناة، وعملت رز بشعرية وحمرت الفراخ. بسم الله ما شاء الله، الاكل تحفة 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 وبألف هنا يا حبايبي. وشوربة الخضار جميلة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. والليمون المخلي يا جماعة اللي انا عاملاها معاكم على القناة والله العظيم زبدة، زبدة بمعنى كلمة زبدة. انا مش عايزة اقول لكم هو طعمه ايه ولا نظامه ايه. عسل وزي الزبدة حبايب. بألف هنا. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. وبألف هنا، عجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من اختكم ام حماد. وشوربة الخضار جميلة 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 وتعجبك طريقتها. يلا بينا نشوفها. يلا حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا هنعمل النهارده يا جماعة شوربة الخضار الجميلة. آه تشكيلة الخضار على بعضها زي ما انت عايزة اعمله. هنا خرطت بصلة وحط عليها معلقة سمنة واقلبها كده تقلبتين بحيث البصلة بس تدبل، وبعد كده احط عليها الخضار ده. ده تشكيلة خضار: جزر على بطاطس على بسلة. ممكن احط عليها كبشة بسلة او ما احطش، على بطاطس على جزر على كوسة. لو انا عايزه احط عليها بسله بحط عليها، عايزه احط عليها فاصوليا خضراء بحط عليها، بس احنا بنحبها ساده كده. تمام كده. انا خرطت بصل يا حبايبي وحط عليها معلقه سمنه، سمنه بلدي سمنه تانية، معلقه زيت المتاح عندك حطيه. بالطريقه دي اعمل شوربه الخضار الجميله جدا. طبعا عامله معاها الفراخ برده اهيت، بسلق معاها فراخ، بس الفراخ انا عاملاها معاكم كتير. شوربه الخضار دي حلوه قوي يا جماعه. بس هنصفر البصله بس كده بسيط عشان تدينا طعم حلو قوي للشرب. وبعد كده هنحط عليها الشوربه الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نحط الخضار كده يا جمال الالوان ونقلب البصله قبل ما تحمر يا جماعه. تحط عليها الخضار، دي بتدي طعم حلو قوي قوي. وفي نفس الوقت ما تحمروش البصل عشان ما تبقاش باينه فيها محروقه شكلها مش حلو. كده الخضار هنقلبه شويه لغايه ما يكبر بالطريقه الحلوه دي. اهي يا حبايبي كده بقلب الخضار شويه في البصله. شوف السمنه اللي انا حطاها كده بالطريقه الحلوه دي. وطبعا انا عامله جنب الخضار ده فراخ اهو، بس الفراخ انا عاملاها معاكم كتير قبل كده. هزودها بشوربه الفراخ او بشوربه لحمه اللي عندك اعمليها دي. كده هنقلبها شويه لغايه ما تدبل، لحد ما تدبل يا جماعه. وبعد كده نحط لها الشوربه. اهي يا حبايبي كده هنشوف الشوربه. قلبتها شويه في البصل والسمنه. هنحط لها بس حاجه بسيطه من الفلفل الاسمر وشويه ملح وخلاص. بصوا يا حبايبي هنا طماطمايه متقشره ومتقطعه فراخات صغيره كده، واحده بس حبايه طماطم صغيره جدا متقطعه متقشره متقطعه فراخات صغيره كده، تدي طعم مش اكتر. كده يا حبايبي كده. بصوا يا حبايبي هنا فص ثوم مفروم بالطريقه الحلوه دي. فص ثوم مفروم بالملح كده بيديلها ريحه جميله جدا. فص واحد ثوم مفروم بالطريقه دي يطلع ريحه الكوسه والخضار جميله جميله جميله، حلوه قوي قوي قوي. كده هنغطيها كمان شويه او نحط لها الشوربه اهو كده يا حبايب قلبي. كده هنحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنحط الشوربه في مصفى علشان لو فيها طماطم فيها ورق لوري يبقى ايه احنا حجزنا كل اللي في الشوربه بالطريقه الحلوه دي اهو. كده صفينا الشوربه وكده حطينا اهو على شوربه الخضار.
اتشوحت تشويحه حلوه قوي في السمنه بتاعتها والبصله بالطريقه الحلوه دي. ومش توابل كتير يا جماعه، هم حبه فلفل اسمر مش اكتر من كده، والشوربه كمان فيها فلفل اسمر بالطريقه الحلوه دي. خلاص كده دي شوربه الخضار يا جماعه. طبعا عايزه تحط معاها بسله ماشي، عايزه تحط معاها فاصوليا خضراء ماشي، عايزه تحط معاها بروكلي، عايزه تحط معاها اي حاجه، قرنه بيض بتاع اي حاجه هتحطها مع شوربه الخضار مش هتقول لا. بس احنا شخصيا بنحبها ايه، بالطريقه دي كده. وبتحط معاها طماطمايه متقشره ومتخرطه مكعبات بالطريقه الحلوه دي. وبألف هنا حبيبي كده هنسيبها تغلي كمان شويه وبعد كده نطفي عليه. ده شوربه الخضار يا جماعه التحفه. سيبها تغلي شويه اهو يا حبايبي كده. خلاص الشوربه استوت بسم الله ما شاء الله. هنطفي عليها بقى وهنعمل هنا رز بشعريه جنب الشوربه وجنب الفراخ. هنعمل هنا كده رز بالشعريه. طبعا رز بالشعريه كلنا عارفينه كلنا بنعمله، بس انا بعمله بطريقه حلوه قوي. بحمر الشعريه كده وبحط الرز ياخد معاها لفتين بحيث الرز يشرب الايدام بتاعها بتاع الشعريه، وبعد كده احط له الميه بتاعته واظبط ملح بالطريقه الحلوه دي كده. نحمر الشعريه ونحط عليها الرز. انا غسلت الرز وصفيته في المصفى اهو، الرز المصري بتاعنا الجميل. وبألف هنا، واللي يعجبه الفيديو يا جماعه حطوا له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماده. وبألف هنا يا حبايبي. طبعا انا بعلم الحبايب الصغيرين اللي هم بنات الصغيرين، اما الناس اللي زيي ما شاء الله عليهم بيعملوا احسن مني كمان ما شاء الله عليهم. اهو يا حبايبي كده الشعريه احمرت اهو. هنحط عليها بقى الرز ونحط له الميه ونظبط الملح بتاعه. بالله عليكم يا جماعه عايزه اطلب منكم طلب، بالله عليكم كل اللي اتفرج عليا يدعي معانا لاخواتنا اللي في غزه. بالله عليكم ربنا يا رب يخفف من معاليهم ويعينهم ويقويهم. وده ابسط حاجه ان احنا نعملها لهم، ندعي لهم ربنا يقف جنبهم. اخواتنا في غزه كلهم احنا بنصلي وبندعي لهم، وده اللي احنا طايلينه نعمله. ربنا معاهم ربنا معاهم ينصرهم على عدوينهم يا رب. اخواتنا اللي في غزه ربنا ينصرهم على عدوينهم يا رب بحق لا اله الا الله. كلنا يا جماعه ندعي لاخواتنا اللي في غزه وولادنا، ندعي لهم ربنا يا رب يثبتهم ويعينهم على عدوينهم يا رب. اهو يا حبايبي كده هنحط له بقى الميه ونظبط الملح. بس ده الرز بشعريه يا جماعه. اما تقلبيه شويه كده في السمنه بياخد طعم السمنه اللي انت حطاها، ما بيبقاش حبايه لازقه في التانية بالطريقه الحلوه دي كده. نحط له الملح اهو يا حبايبي كده. نحط الملح ونحط الميه الطريقه الحلوه دي كده تاكلي رز مفلفل ما شاء الله ما شاء الله، مفيش حبايه ماسكه في التانية. طبعا انا بحط كده الميه بالطريقه ديت عشان انا فاهمه انا بحط قد ايه بالطريقه الحلوه دي. انما حبايب الصغيرين ممكن يعايروا. كوبايه الرز قدامها كوبايه وربع ميه او كوبايه ميه، هعايروا عشان ايه ما تقعوش في الغلط، لكن انا عارفه انا بعمل ايه. اهو يا حبايبي انا كده خلصت شوربه الخضار وعملت الفراخ، حمرت الفراخ والرز. وده الليمون يا جماعه اللي كنت عاملاه معاكم على القناه ما شاء الله بقاله 3 4 ايام زي السكر اهوت. عسل بناكل منه زي ما قلت لكم 3 ايام ويتاكل منه الليمون اللي عملته معاكم. وخلصت الطبيخ اهوت. وده الاكل بتاعنا النهارده شوربه الخضار تحفه 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 بالطريقه دي يا جماعه. والله العظيم لو عملت حله كبيره هتتاكل، لانها لا فيها طماطم ولا فيها صلصه ولا فيها اي حاجه، هو خضار بالشرب. وبألف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يشترك في القناه ويحط الفيديو لايك واشتراك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بمشيئه الرحمن بمشيئه الرحمن. مع الف سلام. مع السلامه حبايبي.